سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا اليوم غادي نقادو مع بعضياتنا كيك بالشكلاط. كيف ما كتشوفوا كيجي اسفنجي كيذوب في الفم مسقي مزيان، ما غاديش يحشمكم مع ضيافكم، والناس اللي من عشاق الكاكاو غادي تحماقوا عليه انا متاكده. في بول كنديروا جوج البيضات بحراره المطبخ نكونوا خرجناهم قبل من الثلاجه، وكنضيفوا عليهم كاس ديال السنيده. دائما المكونات ديالنا ملي كنبغيو نصيبوا شي كيك ولا شي بريوش ولا هذا كنخرجوهم قبل من الثلاجه باش ياخذوا درجه حراره المطبخ، ما كنديروهمش مباشره من الثلاجه. كنطربوا البيض ديالنا مع السكر حتى كيذوب لينا السكر في البيض وكيفتح لينا اللون ديال الخليط. من بعد ما طربت مزيان كنضيف كاس ديال الزيت. انا هنا الفيديو راني كنقطع منه، نتوما طربوا مزيان وخذوا الوقت ديالكم حتى ينسجموا لكم العناصر اللي نتوما كتطربوا فيهم. ماشي بالضروره تطربوا باتور، ممكن ديروا فوي غير بليدكم طربوا، ممكن ديروا مولينكس. هنايا ضفت كاس ديال الحليب وكنعاود نطرب عاوتاني مزيان حتى كينسجموا لينا العناصر ديالنا. هنايا كنكونوا ضفنا جميع السوائل كنطربوهم حتى كينسجموا مزيان، وغادي نبداو كنضيفوا في النواشف ديالنا. هنايا عندنا 2 كيسان ديال الدقيق كنضيفوهم بالتدريج، وعندنا 3 المعالق ديال الكاكاو كنغربلوهم مزيان باش ما يبقوش مكورين لينا في الخليط، وكنضيفوا معاهم خماره ونص. بهكا كنكونوا ضفنا النواشف ديالنا كاملين، كنخلطوا مزيان وكنطربوهم حتى ينسجموا لينا مزيان مع الخليط اللي خلطنا في الاول. بالنسبه للدقيق راهم 2 كيسان، ولكن كنضيفوهم بالتدريج حتى كنحصلوا على القوام اللي حنايا باغينو في الكيك. حيت شي مرات كيكون الدقيق كيشرب بزاف، شي مرات كيكون شويه، المهم على حسب الدقيق ديالكم كتبقاو تضيفوا دوك 2 كيسان بالتدريج، ما كتضيفوهمش في مره. كيف ما شفتوا هنايا كنطرب المكونات ديالي مزيان حتى كيبان ليا الخليط منسجم، وتما كنشوف القوام ديالي. كيف ما شفتوا هنايا انا بان ليا بلي خاص شويه دقيق، فزت هنايا 2 المعالق كبار تقريبا وكملت الخلاط ديالي. فالتوتال راه كيبقى لكم 2 الكيسان ديال الدقيق. الا زدتوا غتزيدوا معلقه، وإلا نقصتوا كاع غتنقصوا معلقه. من بعد ما طربت الكيك ديالي مزيان وحسيت به بلي انسجم ووصل القوام اللي كيف ما كتشوفوا راه في الفيديو راه واضح مزيان القوام كيفاش كيكون ديال الكيك ديالنا. فاش كنديروا خطوط كيبقاو واحد شويه عاد كيمشيو مع الكيك، ماشي جاري وماشي عاوتاني عاقد بزاف، راه واضح في الفيديو. كناخذوا هنايا المول ديالنا كندهنوه بشويه ديال الزيت ولا زبده. الا كان عندكم مول مستطيل من الاحسن، الا ما كانش راه ممكن ديروا مول بحال اللي درت انايا دائري، يكون مول كبير شويه. كل ما كان كبير ماشي مشكل. انا صراحه درت اكبر مول عندي في الدار. كندير الكيك ديالي كيف ما شفتوا راه ما رشتش بالدقيق حيت غادي نسقيو. من بعد ما خويت الخليط ديالي في المول كنقادو بحال هكا باش يتساوى ليا الخليط، وكندوز عليه دائما كوردون باش كيخرج داك الهواء اللي بقى لداخل، وامين كنقادو الخليط ديالنا في المول مزيان. كتجيش جهه فيها اكثر من جهه الاخرى. ودابا كنديروا المول ديالنا في الفران على عافيه مهيله، الفران يكون بارد. بالنسبه للفران ديال الغاز كنسدو عليها وكنخليوها طيب على خاطرها حتى كنشمو ريحه الكيك ديك الساعه كيكون طاب. هنايا غادي نجيو نقادو الكريمه ديالنا.
الكاسرونه غادي نديرو 2 الكيسان ديال الحليب مع نص كاس ديال الزيت مع 100 مليلتر ديال كريمه الطبخ. الا كانت كريمه خاصه بالحلويات بلا ما تضيفوا السكر، الا كانت كريمه عاديه ديال الطبخ ضيفوا 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. غادي نضيفوا 3 المعالق كبار ديال بودره الكاكاو، غادي نغربلوهم مزيان باش ما يبقاوش لينا دوك الكويرات في الكريمه ديالنا. غادي نخلطوا الكاكاو ديالنا مع الحليب والزيت والكريمه. هنايا غادا نكمل بالفوي باش يتخلطوا ليا مزيان وينسجموا مع بعضياتهم. كنحطوا الكاسرونه ديالنا فوق العافيه اللي تكون مهيله، ما تكونش مجهده بزاف، ونخليوه الكريمه ديالنا تطلع فيها الغليه. الكيك ديالنا كيكون طاب خرجناه من الفران وخليناه يرتاح حتى برد مزيان. عاد باش كنجيبوه كنقطعوه باش ملي نخوي فيه الكريمه ديالنا يتشرب مزيان. كنخليو الكيك ديالنا يبرد حيت غادي نسقيوه بكريمه سخونه. دائما وحده فيهم تكون سخونه، يا اما الكيك يكون بارد والكريمه سخونه، يا اما العكس. في هذه الحاله غادي نديرو الكريمه سخونه والكيك يكون بارد. ما كنديروهمش بجوج سخان باش ما يتعجنش لينا الكيك. هنايا كيف ما شفتوا حيدت الكاسرونه ديالي من فوق العافيه وضفت عليها 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء. الشوكولاته اللي ضفت هنايا انايا فيه 90 غرام ديال الكاكاو حيت كتعجبني المروره ديال الكاكاو. الناس اللي ما عندهمش مع المروره ديال الكاكاو بزاف يديروا شوكولاط عادي اولا بديل الشوكولاته، سيرتو الناس اللي عندهم الدراري الصغار. هنايا كنسقيو الكيك ديالنا بالكريمه اللي حيدنا من فوق العافيه. راه كيف ما كتشوفوا راه باقا سخونه. غدا نخلي لكم التصويره ديال الشوكولاط اللي استعملت في الاخر ديال الفيديو. هنايا كنخليوها ترتاح واحد شويه وتشرب، عاد باش من بعد كنقدروا نزينوها على حسب الذوق ديالنا. انا هنايا زينتها باللوز مهرمش محمر ومهرمش. ممكن ديروا الكركاع، ممكن ديروا كاوكاو، ممكن ديروا بيستاج، ممكن تخليوها عادي بلا ما تزيدوا عليها حتى شي حاجه، راه المنظر ديالها كيجي مزيان. المهم التزيين كيبقى على ذوق، على حسب الذوق ديال كل واحد وعلى حسب اللي متوفر عندنا. كيف ما كتشوفوا انا هنايا غادا نقطعها معاكم، نهزها معاكم وهي باقا شويه سخونه. فمن الاحسن تغطيوها وتدخلوها للثلاجه وتخليوها حتى للغد. انا هنايا هزيتها معاكم راه باقا شويه دافيه باش نوريكم النتيجه النهائيه كيفاش كتجي. كيف ما كتشوفوا راه كتجي هشيشه بزاف، كتجي كتذوب في الفم، كتجي مسقيه اسفنجيه. راه الفيديو راه موضح لكم كل شيء. راه الصراحه هذه هي الكيك اللي هماويه وما غاديش تحشمكم مع ضيافكم. سيرتو للناس اللي كيعجبهم الكاكاو فهاد الكيك على ضمانتي غادي يعجبكم الا تبعتوا المراحل والطريقه والمقادير، فكونوا متاكدين غادي تحصلوا على احسن كيك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، واذا عندكم شي تساؤل خليوه لي في التعاليق. الا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وتابونوا في لاشين باش يوصلكم فيديو جديد. نخليكم على خير، باي باي.